ممكن اجلس بمخيم، انا معي عائلتي. اكيد لو انا بسوريا من 2011 لهالوقت ما حكون بنفس هالمستوى هذا. من وسط الرياض وتحديدا في حي السليمانية، آلاف القصص هنا عاشها السوريون منذ عشرات السنين نتيجة الدمار الذي خلفه الحرب في سوريا. دخلت عام 2011 دخلت السعودية والحمد لله، وكنت متوقع انه يعني مثل باقي البلدان انه اجي على مكان ممكن اجلس بمخيم، انا معي عائلتي، مالي عارف شو بده يصير معاي. يعني رايح مثلا على مكان ما بعرف شيء فيه، بعرف انه سبحان الله انه مكة المكرمة فيه فقط مثل اي انسان، بس ما بعرف شو الباقي. لما اجيت لهون اكتشفت انه انا جلست ببيت، تأمل لي كل شيء، تأمل لي فرص وظيفية، منزل الواحد هو وعائلته، نت، كل شيء تأمل لي. اجاني اول ولد شريف، ولد بالمملكه، والثاني كمان ولد بسوريا، والثالث ولد في المملكه كمان. عندي 3 اولاد الحمد لله، تجوزت هون، استقريت هون. عندي شريف ويزن درسوا بمدارس حكوميه المرحله الاولى والثانيه. لو انا بسوريا من 2011 لهالوقت ما حكون بنفس هالمستوى هذا، ان كان انا وان كان الاولاد وان كان الزوجه. كل شيء يعني طلعنا من سوريا قسرا، يعني هذا اول شيء. لكن الحياه اول ما اجينا كان في بعض المشاكل لانه بلد جديد ولسه ما نعرف عن الحياه بالمملكه العربيه السعوديه. انا تزوجت هنا بالمملكه، واخواني تزوجوا هنا بالمملكه، كمان موجودين ومقيمين هنا بالمملكه. وفقا للهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي السوريين الذين يعيشون في السعودية أكثر من 400 ألف سوري. صار معي حادث، انا حادث وبيدي اضطريت الى عملية. انا لو بغير بلد ممكن هي العملية تكلفني بحدود 60-70 ألف ريال. أنا عملتها الحمد لله بالمملكة العربية السعودية مجانا كضيف إلى المملكة. مشفى عملتها، بعد ما خلصت العملية قالوا لي ما بتدفع شيء. شو السبب؟ السبب كما ذكرت لك أول شيء إنه المملكة العربية السعودية أصدرت قرار إنه السوري يعمل كزائر بنظام أجير. طلع حتى كطبابة كطب مجانا، أنت تعالج كمجانا، أنت ضيف بالمملكة العربية السعودية. هذه بعض الذكريات والقصص التي عاشها السوريون في المملكة. سعود بن بجاد لقناة الإخبارية، الرياض.